منكم إذا بسمع تلقي عسكري قبضاي ورجال، وأنا ما بقبل بكتيبة غير الرجال، وأنا قلت لكم هالكلام هذا من زمان. وهذا الموضوع وقت اللي أنا بشوف عسكري مطلع لحرمي يطلع هاي أماتنا، هذول أماتنا، وهذول أم أي واحد منكم، وأم أمي أنا وأمك وأم أي واحد منا. المفروض احتراما لهالحرمي هذه ولأمي وأمك وقت نشوف أي حرمي مطفي راسنا بالأرض. مفهوم؟ أي بنت هذه أختك يا ابني، هذه أختك بعهد الله. وقت اللي بنشوف أخت من أخواتنا منطفي راسنا بالأرض تلبس تطلع، نحن ما لنا علاقة، نحن نحترم نفوسنا، وهذه طقوس عند كل الناس. مفهوم يا ابني؟ وبدي اسمع اي مخالفة اذا بشوف انسان حكى واشتكى انه والله هالعسكري طلع على حرمي او على بنتي، شر الله تطور له عينه، لانه ما بيكون بيحترم امه. صحيح؟ اذا هذا الكلام بدنا نفسه عملي، كنتم رجال وانا بفتخر فيكم دائما وابدا. الرجال بالدم نفديك يا بشار، بالراح بالدم نفديك يا بشار، بالراح بالدم نفديك يا بشار. يلا يا أخي رملا مكانه، عنده حرس يلا فورا رملا. يعطيكم العافية. الله يحميك. يلا يا أخي رملا كل واحد لمكان عمل.